نجح نادي الزمالك الإسباني في وضع قدم بالمربع الذهبي للكونفدرالية. نادي الزمالك الإسباني ممكن، نادي الزمالك البريطاني يمكن، نادي الزمالك الفرنسي مفيش مشكلة، لأن محدش قال لي بإيدك. لعبت مباراة مساء الأربعاء انتهت منتصف ليل الخميس، سافرت مساء الخميس، وصلت فجر الجمعة، لا عملت مؤتمر صباح أو ظهر الجمعة، اتمرنت بعد عصر الجمعة، نمت الجمعة، صحيت السبت، لعبت المباراة. ظروف غير آدمية أبدا ولا يحترم فيها أبدا نادي بقيمة الزمالك، والكل مسؤول عن هذا الوضع. مش علشان النهاردة حققنا نتيجة إيجابية خارج ملعبنا هنسى أبدا هذا الموقف، ويجب أن يوضع هذا الموقف في الاعتبار دائما، لأن هتحصل. وقالوا الجحا عد موج البحر. أبويا كان يحب المثل ده قوي، يعني دايما أبويا يحبه. قال لك إيه؟ الجايات أكتر من الرايحات. فهتيجي جايات كتير زي ما جت رايحات قبل كده، ووضعت فيها أندية في مواقف مشابهة، بس كلهم كانوا بيتسابقوا عشان يقولوا له بإيدك. أنا ما حدش عمل لي كده، ما حدش طبطب عليا، ما حدش قال لي لا طبعا يا زمالك ازاي تلعب الاربع بالليل وتسافر الخميس عشان تتمرن الجمعه، تلعب السبت في ظروف زي دي في درجه رطوبه معديه 80. ده مش ظروف ادميه اصلا. ما حدش يعني اختشى زي ما بيقولوا كده وفكر في نادي بيمثل مصر، لكن باقة بيمثل مصر انتهت وسقطت وبقت في وضع مش لوز اللوز ابدا. ما حدش قال لي بايدك ولا حد تعاون معايا.